عمرك فكرت ان نفس الفكرة ممكن تنجح او تفشل بس بسبب نيتك؟ احنا بنفتكر ان نجاحنا بيجي من شطارتنا، بيجي من دماغنا، بيجي من فهلوتنا، بس الحقيقة ان في حاجة تانية اعمق بتحدد حاجات كتير قوي: النية. والنية مش بس كلام، النية هي اللي لما بنسأل نفسنا أنا ليه بعمل كده، هي دي النية، السبب ورا اللي احنا بنعمله. يعني لو أنا بعمل مشروع ونيتي إني أغيظ فلان أو أبقى أحسن من علان، ممكن أنجح شوية لكن جوايا هيبقى فيه ضغط وتوتر ولخبطة. ولو نفس الفكرة نيتي فيها إني أخدم الناس وأخدم نفسي برضو وأتقدم وأسيب أثر كويس، أكيد أفكاري هتبقى مختلفة. احنا قلنا إن النية مهمة جدا، بس أكيد النية ما بتشتغلش لوحدها. النية بتولد الأفكار، والأفكار بتولد المشاعر، والمشاعر طبعا بتتحكم جدا في تصرفاتنا. فأول خطوة دايما هي النية، ان احنا بنفكر احنا بجد بنعمل اللي احنا بنعمله ده ليه، وبنستقر على النية الصح، وبنطلق بقى النية دي في شكل دعوة لربنا سبحانه وتعالى، كلام مع صديق. كلامنا عامة مهم جدا جدا في تثبيت النية دي، لان الكلام مؤثر جدا. كل كلمة بنقولها من بقنا بتخرج وليها مسار بتشتغل فيه وبتحقق بيه حاجة، سواء خير أو مش خير. أطلقنا النية خلاص، هتيجي بعد كده الأفكار اللي هي مفروض بتخدم النية دي، وبعد كده بتتولد المشاعر. المشاعر بتعيش جوانا، وهي أحد أهم الأسباب إن إحنا بنكمل أو بنقف. فلو نيتنا طيبة وأفكارنا ماشية وبتخدم النية دي، نتأكد إن مشاعرنا ما بيتسللش ليها حاجات سلبية، زي مثلا عدم الثقة في ربنا في المقام الأول، إن هو مش هيعمل لنا أحسن سيناريو، وعدم الثقة في أنفسنا برضو، إن إحنا قدراتنا أو إحنا مش هنقدر نحقق اللي إحنا عايزينه. تاني حاجة الخوف. مشاعر الخوف دايما بتعطل جدا، لأنها بتستنزفك في دايرة ما بتخلصش من الأسئلة اللي ملهاش ساعات كتير إجابات. أسئلة زي طب لو فشلت، طب لو ما قدرتش أكمل. أسئلة بتخلينا كتير من الأحيان ما نكملش أو ما نبدأش أصلا. افتكر كويس قوي إنه مهما كانت نيتك كويسة وأفكارك مظبطة وعندك ثقة، بس ما عملتش آخر خطوة اللي هي بقى السعي، اللي انت خلاص بقى اخدت الفكرة دي او اخدت المشروع ده وبدأت تنفذه، بدأت تعمل المجهود اللي لازم تعمله عشان تحققه. المشكلة هنا بقى ان مشاعرنا في كتير من الاوقات وخوفنا بيخلينا نتخيل ان البداية لازم يكون ليها شكل معين، يعني لازم تبدأ كبير عشان تكمل كبير، حاجات بتخليك ما تبدأش وخلاص. وقصة السلحفاة والأرنب اللي هما كانوا في سباق دي بالنسبة لي من احلى القصص على فكرة، لانها بتدينا معنى بسيط بس عميق جدا، انه الخطوات الصغيرة المستمرة هي اللي بتوصل في الآخر. مش مهم ان انا اقفز قفزة كبيرة او ابدأ بداية كبيرة جدا وما استمرش او ما كملش او ما يبقاش عندي نفس الهمة ونفس الثقة ونفس السعي. وافتكر دايما ان السلحفاة هي اللي كسبت في الآخر، وده لانها ما وقفتش، فضلت مستمرة حتى لو خطواتها صغيرة. احنا دايما متخيلين ان السعي ده لازم يبقى حاجات كبيرة، وان النجاح ده لازم يبدأ مش عارفة الحقيقة مختلفة تماما. مش لازم تبدأ مشروع كبير، تبدأ بداية كبيرة قوي قوي عشان المشروع يكمل كبير، ومش لازم تغير حياتك كلها مرة واحدة. فالنجاح مش مجرد نية ولا فكرة ولا مشاعر، النجاح حاجات كتيرة قوي، مزيج. وافتكر دايما ان انت مش لازم تكون جاهز 100% عشان تبدأ. ابدأ بخطوات صغيرة، واحدة واحدة هتكبر في الطريق. ولو محتاج تظبط نيتك ظبطها وابدأ، مش لازم تبقى جاهز 100%. افتكر السلحفاة، خطوة خطوة هتوصل. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك، شاركه مع حد محتاج يسمعه.